في بداية الفيلم يا صديقي بنشوف سام كان نصفه مهمة لاغتيال عمدة فاسد. سام مش لوحده، معاه كين اللي بيقوم بدور المراقب وبيكون صديقه. بنعرف ان سام وكين كانوا عضوين في القوات الخاصة البريطانية، لكن دلوقتي بيشتغلوا في شركة عسكرية خاصة وهم مستنيين الهدف. سام وكين بيتناقشوا. سام بيقول والعياذ بالله ان الرب عمره ما كان موجود، وان لما الانسان بيموت الحياة بتبوظ، لكن كين مؤمن بالله وبالاخرة. بعد المناقشة دي كان بيفاجئ سام انه حجز فندق في امستردام لاسبوعين من الوقت ده. سبب الحجز انهم ما خدوش اجازة مع بعض من زمان، والظاهر يا صديقي ان نيتهم مش سليمه، لان كان بيقول له ان النساء في امستردام مغريه. العمده الفاسد بيوصل وهو قدام مؤيديه، بيقابل مراته وبتجهر الحشد. سام بيجهز يضرب، لكن مرات العمده بالغلط بتعدي بنظرها في اتجاه سام وعلى طول بتحمي جوزها. النتيجه ان سام بيضرب الرصاصه الاولى غلط. جيم بيطمنه وبيحفزه يركز ويجرب تاني. في المحاوله التانيه سام بيقضي على العمده بنجاح، والاتنين بيهربوا. وهم مستعدين يهربوا لنقطه الانقاذ بيحسوا ان رجاله العمده قريبين منهم. بيدخلوا مبنى وهو بيقتلوا كذا واحد من الرجاله، لكن لما بيطلعوا تاني في اكتر منهم مستنيين. مفيش طريق للهروب، والبوليس وعملاء الاف بي اي لسه في طريقهم. سام وكين هم محبوسين. فجاه بيقدروا يخلصوا على رجاله العمده بعد ما بيهزموا الحراس الباقيين. بيهربوا للغرب ويركبوا عربيه زباله. البوليس والاف بي اي بيوصلوا، لكن كين وسام اختفوا من غير اي اثر. بعد كده بنشوف سام وكين في طياره راجعين المملكه المتحده. كين وهو شايف سام مضطرب بيساله اذا كان كويس. سام بيقول له انه لسه مشدود من غلطته وهو بيضرب الهدف الغلط مرات العمده. كين بيهديه وبيقول له انسى الموضوع، وهو شايف ان العمده ومراته الاتنين ناس مش كويسه ويستاهلوا مصيرهم. بعدها سام بيتكلم مع رئيستهم تمارا اللي بتسالهم عن حالهم. سام بيرد انهم كويسين وان كل حاجه ماشيه تمام، لكن تمارا وهي حاسه باضطراب سام بعد ما قالت لمرات العمده بتعرض عليه تبعت له طبيب نفساني. سام بيرفض وبيأكد انه هيبقى كويس وبيقول لها ما تقلقش. بعد ما بيهبطوا كان بيفكر سام باجازه امستردام بعد اسبوعين والفندق المحجوز. سام بيقول له انه لسه ما قررش اذا كان هيروح ولا لا، وبيفترقوا. سام بيقضي الايام الجايه وهو بيجري في الغابه قريب من بيته وبيعمل شغل بسيط زي تقطيع حطب وتنظيف سلاحه. تمارا بتكلمه كتير لكنه بيوقف الرد. اخيرا بيستلم ومتضايق. تمارا عايزه تقابله في هولندا بالتحديد امستردام. سام بيفتكر ان كين في امستردام اصلا في اجازه، فبيسافر ويقابل كين هناك. كين بيستقبله وبيتمسخر عليه لانه كان فاكر ان رجاله العمده خلصت عليه. في العربيه للفندق كان بيقول له ان تمارا كلمته اليوم اللي فات عشان تحدد لقاء في الاسبوع. الاتنين فاهمين ان تمارا غالبا عايزه تديهم مهمه جديده، لكن كان عايز سام يقضي يومين معاه في امستردام يستمتعوا قبل المهمه. لما بيوصل الفندق المدير بيستقبلهم بحفاوه وبيوديهم للسويت الفاخر اللي كان حاجزه. الاوضه فخمه جدا واطلالتها على امستردام رهيبه، حتى السرير معمول من حرير. سام بيتساءل ليه كان حاجز فندق فاخر كده. كان بيقول ان الفندق اصلا مدفوع من تمارا. المدير وهي عايزه تفتح الستاير سام بيطلب يقفلوها. المدير بيحاول يقنعه ان المنظر حلو، لكن سام مصر على الحذر، خايف من رجاله العمده اللي ممكن يكونوا لسه وراهم. بعد ما المدير بيمشي سام بيقول للكيل انه مش عايز ياخد اي مهمه من تمارا في المستقبل وعايز يعتزل. كان بيموت من القهر عشان شايف ان سام هو الشريك المثالي. بيحاول يقنعه يغير رايه، لكن سام بيقول له ان موت مرات العمده لسه مأثر عليه، وكمان متاكد ان كين ممكن ينجح كقناص او مراقب من غيره. كين اخيرا بيقبل قراره وبيبدا يفكر يعتذر هو كمان. بعد شويه بيجي لهم اتنين ستات يعرضوا عليهم مساج. الاتنين بيكونوا حذرين، لكن الستات جاوب على سؤال امني فخلاهم يدخلوا. كين على طول نام عشان يرتاح، لكن سام رفض المساج وفضل يتكلم. سام بيسأل الستات عن اسمائهم. واحده قالت انها ليلي من اوكرانيا، والتانيه لابسه فستان احمر اسمها منى من المكسيك. عشان سام رفض المساج منى حاولت تسليه وقالت انها تقدر تقرا طلع الناس. سام بيتسلى وبيطلب منها تقرا حالته النفسيه. منى حتى بتتنبأ انه هيعيش اكتر من الثلاثه الباقيين، وكمان قالت ان عنده ايمان قوي وبيؤمن بالله. كين انفجر ضحك وهو فاكر ان سام انه مش مؤمن. بيتمسخر وبيقول لو منى استخدمت كره باللوره زي العرافين التانيين هيديلها $100. المفاجاه ان منى على طول طلعت كره باللوره. كين وسام انبسطوا، بس منى اعترفت ان الكره فيك مجرد ديكور. مدير الفندق بيظهر مع نادية جايب الاكل بتاعهم. المدير اختار يفتح ستاير تاني وقال ان المنظر بالليل بيكون حلو جدا، لكن سام امره يقفلها على طول. فجاه طلقت نار بتنفجر. الكل بينفزع خاصه ليلي ومونا. سام وهو بيحاول يقفل الستاير بالريموت النادية بتهجم عليه. لكن القناص المعدي بالغلط بيضرب النادلة وبيطيرها على طول. كمان مدير الفندق بيهجم على سام وبيحصل خناقه ما بينهم. سام بيقدر يغلب المدير وبيقع على ريموت الستاير اللي بيخلي الستاير تفتح اكتر. الجروب بيسأل عن تليفوناتهم عشان يستغيثوا. لحسن الحظ تليفون ليلي كان اقرب حاجه، فكان حاول يوصل له وهو بيتفادى كذا طلقه. وفي نفس الوقت ليلي لسه في صدمه، وقفت وكادت تتعرض للرصاص. سام على طول بيهديها وبيطمنها ان كل حاجه هتمشي. سام بيشاور لكين يتصل بتمارا عشان هي الوحيده اللي ممكن تساعد. لما الاتصال بيتم كين بيشرح انهم بيتعرضوا لهجوم من قناص معادي. تمارا بسرعه بتسأل مين اللي ممكن يستهدفهم، وكين بيظن انهم رجاله العمده اللي قضوا عليهم من اسبوعين. تمارا
وبتطلب منهم يصبروا عشان الفريق هيستهدف القناص المعادي في خلال 20 دقيقة. بعد شوية سام بيتعرض للهجوم تاني من مدير الفندق اللي لسه عايش. سام بيقاوم الهجوم وكان بيطلع المدير بره الفندق، لكن كان هو مستخبي بره الباب. القناص المعادي قدر يضربه. بعد 10 دقايق سام بيتكلم مع تمارا وهي بتقول له ان فريقها قضى على القناص المعادي وتطلب منه يتفرج على الغروب. سام مبسوط وهو متأكد انهم قدروا يخرجوا بأمان، لكن قبل ما سام يتحرك منى حذرته انه هيكون متيقظ. سام وهو بيطلع من الشباك قناص معادي ضربه. سام اكتشف ان القناص لسه بيستهدفهم وهو واحد من رجاله تمارا نفسها. سام بيسأل تمارا ايه اللي هي عايزاه بالظبط. هي ردت ان السبب كله ان سام كان ناوي يعتزل. تمارا معتمد على سام جدا. سام سألها ازاي عرفت بخطة اعتزاله ولسه استهدفت كين كمان. تمارا على طول قالت ان الفندق كله معمول له اجهزه تصنت، وهي متاكده ان لو سام اعتزل كين هيتبعه. بعد الهبل ده ليلى المذعوره طلعت من مكانها واتضربت. الامور اتدهورت بسرعه وبقى سام ومنى هم بس اللي واقفين. سام حاول يوصل لريموت الستاير في لحظه مناسبه، لكن الريموت كان مكسور وفضلت الستاير مفتوحه. تمارا كمان قالت ان كل اتصالات وتليفونات الاوضه مقطوعه وسام مش هيقدر يتصل باي حد. سام لما استوعب ان تمارا كمان بتشوف من كاميرات المراقبه في الاوضه دمر الكاميرا. ده خلى تمارا تنفجر من الغضب واقسمت ان سام عمره ما هيهرب عشان هي متحكمه في الباب بنظامها. مع الوقت سام بيسمع خطوات رجاله تمارا وهي بتقرب. من غير اي حل تاني سام امر منى تستخبى وهو نط على الترابيزه. سام قدر يوصل لسلاحه ويضرب المراقب اللي بره من تحت الترابيزه. بعد كده تعرض لهجوم شديد من جنود تمارا اللاجئين. واحد منهم قبض على منى وخلاها رهينة، فأكبر سامي يستسلم. سام وهو بيستسلم منى سألته إذا كان لسه في أمل. سام اعترف إنه مش عارف، وقوات تمارا قريبين قال إنه مش قادر يوصل لسلاحه اللي في الناحية التانية من الأوضة. في الموقف الحرج ده منى مدت لسام صورة لابنها وطلبت منه يتبنى ابنها لو هي ماتت وهو عاش. لحظات بعد كده ورجالة تمارا دخلوا بعنف وخلوا سام يحارب تاني. بالظبط هو واحد من المسلحين المتبقيين كان على وشك يضرب سام. منى تدخلت ببندقية عشان تنقذه. للأسف منى اتضربت واتقتلت على إيد قناص معادي. سام استخدم البندقية، جاب البندقية وصوب بدقة. قدر يتخلص من القناص المتبقي، لكن لسه محاصر في أوضة الفندق عشان تمارا متحكمة في الباب. سام اكتشف بعد كده إن كين لسه عايش. استعجل ينقله للسرير. كين كشف إن الطريقة الوحيدة للهروب إنهم يقعوا من المبنى، لكن بالنظر إنهم في آخر دور ده بيكون مستحيل. اتهاجموا تاني، المرة دي بدرون متحكم فيه من تمارا. سام ضرب على الدرون كذا مرة لكنها كانت متينة جدا. في نفس الوقت كين كان بيشتغل على حاجات باستخدام الشراشف الحراري اللي في الأوضة. سام شاف بوتاجاز في البلكونة واستخدمه يعمل انفجار يدمر الدرون. سام رجع لكين لكن كين كان قدم روحه. ومع ذلك يا صديقي سام شاف تحفة كين في الشراشف في الحرير واستوعب ايه اللي كان مخطط له. في الناحية التانية عشرات الرجالة كانوا طالعين عشان يقضوا على سام، لكن سام خلص ربط شراشف الحرير في البلكونة ونط عليها مستخدما ذكاء كين عشان يهرب. بعد كام شهر المشهد بيتحول لدبي. لما بتبان وهي مرتاحة وهي بتتكلم في التليفون. الراجل في الطرف التاني بيكون غير سام نفسه اللي جاي ياخد طاره منها، وهي عارفة كده. تمارا بكل برود بتقول ان سام عمره ما هيلاقيها عشان هي سابت بلدها، لكن سام اعترف انه خلاص عارف انها في دبي. تمارا اتصدمت واستعجلت تخرج من المطار وهي لسه بتتكلم مع سام. تمارا وهي قريبة من دورة مياه بنت صغيرة كانت بتلعب غيرت لفة دورة المياه. تمارا قفلت التليفون وهي عارفة ان سام عمره ما هيوصل ليها. مش كده وبس، كمان امرت حراسها يفضلوا متركزين وهي رايحة دورة المياه. بعد كده مباشرة عامل النظافة دخل وطلع سام. بعد ما سام دخل طلقت نار اتسمعت. حراس تمارا استعجلوا يدخلوا بس سمعوا طلقات اكتر. بعد ما الغبار نزل سام طلع من الحمام ماسك ايد البنت الصغيرة واللي طلعت بنت منى واللي بقت تحت رعاية سام دلوقتي. وبكده يكون خلص منها يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.